السلام عليكم ورحمة الله يا حبيبي، عاملين ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم ونسمي الله ونقول النهارده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الكنافة بالمانجا. ما شاء الله الطريقة دي بتبقى جميلة. معايا نص كيلو كنافة، ما حطيتوش في الفريزر ولا حاجة، بحب اجيبها طازة كده اعملها، اقطعها بقى من بعضها. ومعايا ايه؟ مانجاية واحدة اهي، بفرصها ايه؟ حبات كده. بس هقطع الكنافة واقطع المانجاية واقطعها. هتقطعها بايديكي كده او بالمقص المطبخ، هتتقطع بسهولة اهي، بتبقى احسن من اللي محطوطة في الفريزر. اهي اتقطعتها بالشكل ده كده اهي. معايا نص كوبايه سمنه، انا مستخدمه سمنه بلدي، اي سمنه في البيت عندك اعملي بيها اهي. ومعلقتين سكر بودر، هنقلب دولت مع بعضهم كده، اشربها كلها السمنه اللي انا حطيتها اهي. ومعايا بقى صينيه مقاس 26 دهنها سمنه برضو، ناخد كده حبه من الكنافه اهي، تكبسها كويس. معايا بقى صينيه او طبق، المهم ان انا ايه اكبسها كويس الطبقه ديت اهي. انا بكبس بس اللي ايه قبل ما احط المانجا، الطبقه الاولانيه بص بالطبق. ومعايا بقى المانجا قطعتها، هنزل بها كده، هي مانجايه كانت كبيره هوزعها كلها كده على الصينيه اهي. وزعت كل المانجا كده بالشكل ده. هنزل برضه بالكنافه اللي فاضله وغطيها كده كلها اهي. غطيت المانجا كلها اهي بالشكل ده. هندخلها بقى على فرن درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، بس الفرن يكون هادي يعني، ما تعليش الفرن عليها قوي بالشكل ده. نسويها بس كده. وقت الكنافه اهي طلعتها من الفرن اهيت، ما شاء الله جميله. انا كان عندي الشربات بقى، ما عملتش وياكل الشربات. انتوا عارفين كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه وعصره ليمون، ونسيبه يغلي 5 دقايق. هسقيها الشربات واسيبها شويه كده واقطعها اهي. هقطعها بقى ما شاء الله جميله اهي. نطلع بقى قطعه كده اهي، ما شاء الله جميله. طبق بقى كده اهي، طبقه المانجا فيها اهي، جميله ازاي ما شاء الله، حلوه وجميله وطعمها حلو. نعملها في رمضان ديت ما شاء الله. عايزاكم بقى تعملوها بالطريقه ديت. يلا اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.